ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهارده عندي غدا حلوه قوي يا جماعه، وصفه جميله جدا. النهارده هعمل الدهب الاصفر. يعني ايه الدهب الاصفر يا شيف منى؟ النهارده هعمل غدا حلوه قوي قوي. خليكم معايا ونتابع الخطوات مع بعض. نبتدي في خطواتنا على طول يا حبايبي. في حله على النار انا جبت ميه بتغلي بالشكل والجمال ده يا حبايبي. هجيب الجزر والبصل والثوم والطماطم واحطهم في الحله بالشكل والجمال ده. بعد كده هضيف العدس الدهب الاصفر. انا ضفت كل المكونات اللي معايا: العدس، البصل، الجزر، الطماطم، الثوم. دلوقتي هضيف حبه من الكزبره والكمون والفلفل والملح بالشكل والجمال ده يا حبايبي. ههدي النار يستوي كويس وهنرجع تاني مع بعض. رجعنا تاني يا حبايبنا مع بعض. انا جبت بصله هنا قطعتها مكعبات صغيره مع معلقه زيت مع معلقه سمنه بالشكل ده. هديها صدمه بالشكل ده. هعمل اجمل واحلى صلصه للدهب الاصفر النهارده. انا جبت معايا يا حبايبي معلقه ثوم مهروس بالشكل ده، معلقه كزبره، معلقه كمون بالشكل والجمال ده. اللون يا حبايبي اللي انا عايزاه بالظبط. شايفين انا هنا جبت حبيتين من الطماطم وعليهم قرن فلفل اخضر كده بالشكل والجمال ده. انا ضفت يا حبايبي حبايه من الفلفل الاسود، وعندي معلقه سكر عشان الحموضه ده اساسي. هسيبها يا حبايبي تتسبك كده وتبقى حلوه. هرجع لكم تاني. اتسبكت وبقت بالشكل والجمال ده يا حبايبي. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله عليها. شايفينها جميله ازاي؟ الدهب الاصفر استوى خلاص، بقي بالشكل والجمال ده يا حبايبي. هضيف الصلصه بالشكل اللي احنا عملناها مع بعض بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. هبتدي اجيب الهاند بلندر بالشكل ده. خلطت كويس جدا بالهاند بلندر يا جماعه، بالشكل والجمال ده. شايفين الجمال واللون؟ بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا يا حبايبي مع الدهب الاصفر بتاعنا ما ينفعش غير الحاجه الحرشه، الفلفل والبتنجان. هعمله لكم في خلطه عسل سكر كده يا جماعه. وده الشكل النهائي يا حبايبنا للدهب الاصفر النهارده. قولوا لي ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ انا حطيت معلقه سمنه بلدي من فوق كده، شويه كمون وشويه شطه، اخر عظمه يا جماعه. وهنا عملت الدقه بتاعت البتنجان والفلفل، حطيت فيها فص ثوم، حزمه كزبره خضراء، وعندي هنا طماطمايه قطعتها مكعبات، وضربت كله في الهاند بلندر مع ربع فنجان خل. تاكلوا اجمل واحلى دقه تاكلوها، خلطه بتنجان بالفلفل، وشويه بطاطس مقليه مع شويه جرجير مع شويه مخلل مع عيش بلدي. بالهنا والشفا، ربنا يحسن ما بين ايديكم. اشوفكم في وصفات اجمل. باي باي.